الكلام ده الخشب بيتحمل الميه ويتحمل السخونيه ويتحمل كل حاجه، مفيش حاجه اسمها حشرات. الحشرات هتيجي في المطبخ، هتيجي في الخشب، هتيجي في الالومنيوم. الجلسه دي يفضل ما تتعملش. الجلسه دي بتحكم كل حاجه ومش عمليه، وبتلم تحتيها نمل وحشرات ومش مظبوط. يفضل المطبخ يبقى من غير جلسه. كانوا عاملينها ليه اصلا؟ كان زمان بقى، يعني النهارده الدنيا بتتطور، في رجول وفي وزر وفي حاجات نازله احدث، يعني المطبخ يعيش معاك اكتر وسهل التحكم في التصميم. سوفت كلوز يعني ممكن تبقى حاجه ماليزي كويسه، وفي بقى اللي هو البلوم والكلام ده، بس في حاجات وسطيه بتأدي نفس الغرض. في مقابض ابعد عنها، في مقابض هو اللي بيفضل المقابض البلتين افضل عشان منظر وشياكه، وبرضه بيحمي الخشب من الميه تنزل عليه. كنا ذكرنا الخبره بقى، فقول لي انا دلوقتي مثلا لقيت واحد بيقول لي كمثال متر المطبخ يبقى واقف عليا مثلا بسعر كذا، وواحد تاني بيقول لي سعر تاني، فواحد بيقول لي لا ده متر طولي. كل واحد بقى بيحسب بطريقته، وكل واحد المهم في الاخر هو المطبخ. يعني ممكن حد يقول لك متر طولي مثلا يقول لك 15 متر، وممكن متر مربع يبقى مثلا حدود 12 متر. هو الفرق 3 متر دول هم اللي يعني ده مثلا ممكن يقول السعر 3000، وده مثلا يقول لك 4. هو الفرق ما بينهم اللي هو زود 3 متر، وده مش مظبوط. هو المتر المسطح هو المظبوط. يعني لما اسال على المتر المسطح كل واحده بتتحسب ارتفاعها، وده غير الطولي بيحسب ارتفاع واحد، في 90 يحسبه متر ويحسب 70 متر. ففي الاخر ده لو هيتكلف 30 هو ده هيتكلف 30.